السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي راكم خوتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جبنا لكم كل ما هو جديد وحصري عن أخبار وأسعار السيارات في الجزائر. قبل ما نبدأ لا فيديو صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ديرونا جيم للفيديو تشجيعا باش نستمروا في نشر المزيد. أبونيو في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. خوتي عليكم بالدعم وعلينا بالخدمة. نبدأ على بركة الله. قال سمير رزاق مدير الصيرفة الإسلامية ببنك اي بي سي الجزائر أن البنك شرع في طرح منتجات الصيرفة الإسلامية تماشيا وصدور القانون في 2020، وكذا مع توجه السلطات العمومية في الجزائر إلى ترقية الصيرفة الإسلامية. وأضاف سمير الرزاق في تصريح للنهار أونلاين أن البنك بدأ في التعامل بهذه الصيغة منذ سنة 2021، ويضم 8 فروع كلها تقدم نشاطات الصيرفة الإسلامية، مضيفا أنه سيتم الوصول إلى 13 فرعا نهاية السنة، ومع السنة المقبلة ستقدم كل الفروع منتجات الصيرفة الإسلامية، حيث يقدم البنك منتجات تخص الأفراد والمؤسسات من خلال التمويل واستقطاب الودائع في إطار انخراط البنك في الشمول المالي. كما تم بعد 3 سنوات من انطلاق النشاط تجاوز البنك 15% من ودائع الصيرفة الإسلامية. وعن تمويل السيارات، كشف ذات المتحدث أن البنك ومنذ انطلاق الصريفة الإسلامية كان أحد المتعاملين في مجال السيارات يطرح حصصا قليلة يتم التعامل بها، مؤكدا أن البنك حاليا يقوم باقتناء حصص من السيارات ويعيد بيعها للمواطنين على غرار علامة فيات التي تقوم حاليا بالتركيب في الجزائر، وهو النوع الوحيد المسموح به للتمويل للأفراد.